أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج قناديل ولقاء الدكتور بهاء الأمير والحديث عن الحركات السرية ودورها في إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا بك يا أستاذ. قبل الفاصل سألتك عن الماسون. نعم. كيف وردوا في وثيقة الاستقلال هنا بعد أن أتموا الثورة وطردوا المحتل الإنجليزي ظهر دستور أمريكي. نعم. فهل للماسون دور في وثيقة الاستقلال وفي نعم، الدستور؟ هو الماسون لهم دور كبير كما قلنا في كل شيء يتعلق بهذه الدولة البكر. طبعا هم الذين يعني فكرة تكوين دولة أساسا هي فكرة ماسونية ومن الحركات السرية، وكما قلنا الثورة والاستقلال. وحتى نقول إن يعني نتذكر الآن شيئا سريعا قبل الرد على هذا السؤال، وهو أنه شهير في التاريخ المدون أن الثورة الأمريكية بدأت بما يعرف بحفلة شاي بوسطن. نعم. أن القوات البريطانية أو الحكومة البريطانية رفعت ضريبة على الشاي، فقام مجموعة من العمال الهنود في ليلة 16 من ديسمبر سنة 1773 بالتسلل إلى السفن وإغراق حمولتها في المحيط الأطلنطي. فالحقيقة أنه في التراث الحركات السرية والماسونية أن الذين قاموا بهذا الفعل لم يكونوا عمالا من الهنود، كانوا من الماسون متنكرين في زي عمال من الهنود ومسجلة أسماؤهم ومعروفة بالتحديد يعني. المهم حين قامت الولايات المتحدة كما قلنا هي أنشئت في أصلا لكي تكون دولة تترجم أفكار الحركات السرية أو تتحول إلى دولة يد في يد الحركات السرية. فطبعا وثيقة استقلال الولايات المتحدة الأمريكية صاغها خمسة أشخاص، وهؤلاء الخمسة جميعا من الماسون، وثلاثة من هؤلاء الماسون الذين حرروا الوثيقة صاروا بعد ذلك من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وهم الرئيس الثاني جون أدمز، والثالث توماس جيفرسون، والرابع جيمس ماديسون يعني. والموقعين على وثيقة الاستقلال 40 اسما. أول 19 اسما من هؤلاء 40 من الماسون، ماسون يعني بالتوثيق وليس بالكلام، يعني أسماء مسجلة ومعروف درجاتهم ومراتبهم في الماسونية وهكذا. ودستور الولايات المتحدة الأمريكية يعني وقع عليه 56 شخصا. أول 28 من هؤلاء الموقعين أيضا من الماسون. فنقول يعني أن وثيقة الاستقلال والدستور عمل ماسوني خالص. ومن الطرائف أن يعني وثيقة الاستقلال هذه قبل في مسودتها قبل أن تقر أرسلت إلى اليهود في البحر الكاريبي لأخذ موافقتهم عليهم، لأن هؤلاء هم الذين كانوا يتولون توفير الإمدادات للثورة، لأن القوات البريطانية كانت تحاصر الشواطئ الأمريكية ولم يكن لهم منفذ للعتاد والتمويل والسلاح وهكذا، فكان يأتيهم عن طريق يهود البحر الكاريبي في جزيرة اسمها سان أوستاسيوس. فهم مكافأة لهؤلاء اليهود أرسلوا لهم مسودة وثيقة الاستقلال، وهؤلاء أرسلوها بدورهم إلى هولندا لأخذ موافقة اليهود عليها في أوروبا قبل أن يتم إقرارها الإقرار النهائي يعني. نعم. يعني أنت تحدثت دكتور عن كيف أهدى لافيت المئزر لواشنطن. نعم. يعني هذه في الصورة الأولى الآن. هو قلنا أن لافيت هو الأخ المخرج سيضع لنا الصورة. لافيت هو الرجل الأول في الثورة الأمريكية، وهو يقال أنه الرجل الذي لم تكن للولايات المتحدة أن تكون ولا أن تستقل إلا به، رغم أنه هو لا يذكر في كتب التاريخ يعني. فهو كما قلنا كان صديقا لواشنطن أو صدقه بعد أن أتى من أوروبا، وهو الذي أخضع له قادة المستعمرات. وهذه الصورة صورة طريفة لسببين يعني. هذه الصورة عبارة عن صورة مئزر حريري أهداه لافايت، أتى به خصيصا من فرنسا وأهداه إلى جورج واشنطن صديقه. والشيء الطريف الثاني في هذه الصورة أنها تصور محفلا ماسونيا من درجة العقد الملكي، عقد سليمان الملكي، وهذه الدرجة الثالثة عشرة في الماسونية الاسكتلندية. وهذا المئزر دليل على أن واشنطن وصل إلى هذه المرتبة، لأنه في الماسونية هناك قانون يحرم على أي ماسوني أن يعطي أو يفشي رموز مرتبة إلا لمن هو فيها أو تعداها. نعم. هذا المئزر دليل على أن واشنطن وصل في الماسونية على الأقل إلى درجة العقد سليمان الملكي التي هي الدرجة الثالثة عشر. وهذا المئزر موجود حتى الآن. هذا المئزر محفوظ الآن في محفل بنسلفانيا الأعظم. نعم. ما زال موجودا يعني. نأتي الآن إلى الأكثر إشكالية والدولار.